تخيل معايا تفيق الصباح وتحل الروبيني وما تلقاش الماء، صعيبه شي شويه. وهذا الماء اللي تقطع ماشي تقطع هذه كيصلحوا ولا مشى نهائيا جفاف. وهذا هو موضوع اليوم. موضوع اليوم هو الجفاف. دابا الناس غاديين مع كره، غاديين مع الفراقي، كاس العالم كذا، وكاينين مشاكل اللي طاريه في المجتمع المغربي اللي هي خطيره جدا. حيت المغرب في سبتمبر 2024 الى الان في سنه 2025 كيدوز من واحد الامتحان اللي هو صعب جدا. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندويو على هذا المشكل. ما تنساش لايك واشتراك باش دعمنا، ونخليكم مع الفيديو. ولكن قبل نجيبوا شي حاجه اللي تعطينا الانرجي وسط الفيديو. هو المشكل السيادي هو ان المغرب كيدوز من واحد الحراره اللي هي مرتفعه، وكان عندنا بعدا واحد الجفاف قبل، والشتا ما بقاش كطيح بزاف. اذا القضيه هذا الهويه في الربيع ديال 2025 تحسنت شويه القضيه، والسدود عمرو تقريبا النص. ولكن مع هذا الصيف اللي داز دابا كتشوفوا الحراره كي كانت وتاثرات على المياه اللي كاينه في السدود، وهبطات النسبه حتى للثلث، وشي مناطق راه هبطات حتى للخمس. اش كيعني هذا؟ هذاك الشيء اللي جمعنا ديال التساقطات في الشتاء ما كفاناش الصيف. وقليل من الناس اللي لاحظوا ان الماء في هذا الصيف ولا قليل. فاذا كان غاديين وما كنديروا والو وما كنديروا حتى مجهود باش نكتشفوا حل، غنوصلوا لواحد المرحله اللي صعيبه جدا، وهي بنادم ما غيرقاش الماء. Give me water. Give me water, please. ماشي انعدام الحلول موجوده، وغنذكروا بعضها في هذا الفيديو. اول حاجه التحليه. التحليه كنقصدوا بها ان غنشدوا الماء ديال البحر اللي هو مالح وغنردوه ماء حلو صالح للشرب، وهذا مناسب للمدن الساحليه بحال مثلا الدار البيضاء ولا اكادير. وباش نخفضوا من التكلفه ديال هذه القضيه غنربطوا هذوك المحطات ديال التحليه بطاقات طبيعيه، يعني نشغلوهم مثلا بالطاقه الشمسيه ولا الطاقه الريحيه. وهنا عزيزي المشاهد كنحصلوا على ماء ثابت حتى في سنوات الجفاف. أقول سيد سعاتي. وثاني حل عزيزي المشاهد هو ربطوا الاماكن اللي كتستوي على بزاف ديال الماء بواحد المنطقه اللي ما عندهاش الماء. ولكن خصنا نحافظوا على التوازن باش ماشي واحد يدي حق واحد اكثر من الاخر. والفلاحه خصهم يوليو يبدا يسقيو بالكوتا كوت. واحد التقنيه اللي هي واعره ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس اللي هي حصاد الضباب. خليني نلقى عليكم شنو هي هاد حصاد الضباب. قال لك سيدي جبال الساحل نضع شباكا تلتقط الضباب يتحول الى ماء صالح للشرب للقرى بعيده عن الشبكات. حل بسيط لكنه ينقذ لكنه يلقط العشرات والمئات. وكذلك المدن خص اصلاح التسربات اللي كيكونوا في المنازل. لفويت قال لك ديما فويت لقاو عندي شي فويت هنايا، لقاو عندي فويت. عندي شي فويت انا هنا في اش عندك؟ وعندي شي فويت ولا تيقولوا لي في هاد مرقاو عند نيبه فويت ديال الماء. بزاف ديال الناس طرا ليهم نفس المشكل، وهذا المشكل كيخلي الماء يتفقد بزاف. اول حاجه خصنا نديروا عدادات ذكيه، وخصنا نعاودوا نستخدموا حتى هذوك المياه تستعملوا في الحدائق والمصانع. البلاد ديالنا قادره تواجه هذا المشكل وتحلو، حيت كاينين الناس بعقلهم وكاينين الناس عندهم الاراده، ولكن الدور ما كينطبقش عليهم، الدور كينطبق علينا حتى حنا. باش صبر هاد باش هادي خصني نقراها مزيان. اول حاجه سد الروبيني السي محمد مني تكون ما تحتاجش، ومثلا فاش تكون كتوضا دير اخويا سطيله بلاش نديرو الفلو، دير اخويا سطيله، ما تبقاش طالق الروبيني وتبقى توضا حيت كتخسر بزاف. ولفويت فويت انا هنا في هاد الفويت كما قال النيبه. الا كان عندكم في الدار شي فويت ديال الماء حاولوا تصلحوه، حيت راه ماشي غير الثروه المائيه اللي كتضيع، راه كتضيعوا حتى نتوما في جيوبكم. حيت راه الروبيني واخا هو مسدود راه كاين واحد الفويت اللي تحسب هذيك المكانه ديال الماء. والحمام ما تدوش بالرشاشه، الرشاشه كتخسر بزاف الماء، دوش بالسطل. ثاني حاجه الفيديو، ثاني حاجه راه قلت بزاف. اخر حاجه هذا الفيديو بارطاجيه باش هاد النصائح يوصلوا لبزاف ديال الناس، وإلا هذاك بدل العدد ديالو والاخر بدل العدد ديالو غادي ينتشر واحد العدد اللي هما ايجابيين اللي بسبب هذا الفيديو، وغناخد شي توشيح. واجبل لكم نبداو شي تحدي للمده ديالو 7 ايام. التحدي هو نحاولوا نحافظوا على الماء، ودابا جا الدور ديالكم في التعليقات. كاين بزاف ديال الناس اقتصاديين وتيفهموا وتيحاولوا على الثروه المائيه. قولوا لنا افضل طريقه باش نحافظوا على الماء ونقتصدوا منه.